الكابتن مدحت شلبي ينفع كده اللي بتعملوه في النادي ده يا عم؟ يا عم زي ما تلعبوش فعلا اول ماتش يا عم. صاحبي ينفع كده الواد احمد سمير يتكسر وما يلعبش اول موسم؟ احمد سمير وشيكابالا وكده. يا عم بص ده ثانيه بس ثانيه بص انا اقول لك على حاجه. فكك من الماتش بقى. اسماعيلي ايه يا عم؟ اسماعيلي وكلام فاضي. احنا نشغل حلو كده تمام زي الفل. ها فكك من الاسماعيلي والكلام ده. يا عم اسماعيل ما كانش عيب. لا يشرب بطاطس. الانتاج لا. كل سنه وانتم بالف خير وعلى حب الدراويش متجمعين. بدايه موسم جديد واول مباراه لينا في الموسم الجديد مع منتخب الانتاج الحربي. الدوري المصري حبيب الملايين من اول الاستوديو التحليلي. هو طبعا الحضري مش موجود النهارده على ارض الملعب. حضري انت مش موجود ليه النهارده؟ مانيش عارف يعني، وجاي تتمشى عندنا في الاستوديو. انا مش فاهم يعني ايه اللطيف. لحد المذيعين 4-2-3-1 هي طريقة اللعب اللي بيلعب بها العالمي أحمد حسام وصفي. أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي في لقاء اليوم. هيطلع إيمانويل بناهيتي. الإنتاج الحربي نزل كابتن شوقي. بدأ الموسم بتاعنا بقلق طفيف بعد أول 3 دقايق بس من أول ماتش في الدوري. لاعب صاحب 26 عام ده حسني يا عم. لا مش حسني. تدخل كان قوي جدا والله يا حسني. لا مش حسني. لا مش حسني. اللعيبة كلها رايحة تطمن على حسني عبد ربه. حسني يا عم. يا حسني. قام بعدها الكابيتانو بس استمر العنف في المباراة وأدى العنف ده في النهاية إلى أول إنذار في المباراة. اللي واخد سوسته في الفانتازي يا جدعان، سوسته خد إنذار. اللي واخد سوسته بعد ما رجع الإنتاج للممتاز دلت قائمته قبل المباراة دي على إنه فريق داخل يعمل حاجة في الدوري. بس للأسف ما زال كابتن شوقي غريب بيحب الدفاع زي عينيه بتاعك مرسوم على دراعك. فلما يبقى عندك قائمه فيها محمد زيدان، محمد ناجي جدو، بابا اركو، صلاح امين، وبتبقى مضغوط وبتلعب على المرتدات، فده بصراحه في رايي انجاز للاسماعيلي. ده احنا بنضيع يا جدعان. ومشي الشوط الاول كده، الاسماعيلي كان صاحب المبادره دايما. انتاج راجع في مناطقه وبيلعب على المرتدات، والاسماعيلي خلال المبادرات بتاعته كان بيعمل فرص. هي فرص شكلها حلو بس مش اهداف، بس شكلها حلو بصراحه. مجهود كبير عمله مروان محسن في الشوط الاول وفي المباراه عموما. ففي الوقت اللي كان ايمانويل بناهيني واقف فيه ملتزم بمكانه كمهاجم، كان مروان بيتحرك جوه وبره منطقه الجزاء، والتحرك ده هو اللي جاب له ضربه الجزاء اللي سجل منها الهدف الاول للدراويش في الموسم ده بكل ثقه. ومع بدايه الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقه 47 قرر المخرج بتاع المباراه يرجعنا للثمانينات. الظهير الايمن سعد حسني ويحصل على رمي التماس لصالح الدراويش. ميدو على طول يعني موجود في يا رب ليه حبيتك صعب الفراق على عيني. فتح الله. ومع الشوط الثاني برضه خرج حسني عبد ربه في تغيير اتمنى انه ما يكونش الاصابه، اتمنى يكون حمايه ليه كلاعب مصاب بيلعب لاول مباراه ما ينفعش يكون 90 دقيقه. بس الحق يتقال نص ملعبنا وضح قوي تاثير حسني عبد ربه فيه، وضح قوي انه بخروج حسني عبد ربه افتقد القائد اللي بيحركه وبيتحكم فيه، والاهم من كل ده يقطع الميه والنور ودابر اي حد عايز يفكر يبعت الكوره لمهاجمين الخصم في منطقه الجزاء. لكن مع نزول ابراهيم حسن وشيكابالا وبالذات شيكابالا خف عبء غياب حسني عبد ربه، ورجعنا تاني نمسك الملعب ونعمل منه فرص. وكانت النهايه هي احباط لكتيبه شوقي غريب بعد رفعه بالمقاس من شيكابالا توتر اي دفاع. كملها طبعا طه عادل بالجول الثاني علشان يتوج شيكابالا بعدها افضل تلت ساعه لعبها من سنه او اكتر، بفرصه اثبتت انه حتى وهو غايب عن اللياقه لسه الكوره في دماغه. ايجابيات المباراه. اول ايجابيه مروان محسن وطارق جبرين، حماس، روح، التزام بواجبات دفاعيه ازيد من المطالب منهم اساسا. هجومنا فرق كتير قوي بتحركات جبرين ومروان محسن اللي كانوا زياده وزياده قوي على دفاع الانتاج الحربي، وان كان جبرين ساعات بيتهور وبيحتاج حد يهديه.
اهدى 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 اهدى. الايجابيه الثانيه محمد عواد حارس الدراويش، بالرغم من ان كان قدامه في الدفاع مشاكل هنتكلم عنها بعدين، الا انه ظهر وقت ما احتاجناه في اختبارات صعبه جدا عليه. عواد الماتش ده وبدايه الدوري دي حط تفاؤل جوانا منه، ومسح من دماغ اي اسماعيلاوي اي حاجه وحشه كان ممكن يكون عملها قبل كده. بقول لك يا صلاح، هو احنا عملنا ايه في ماتش الكاس اللي فات؟ افتح ماتش اسمعه وانت تعرف. افتحه. الايجابيه الثالثه من اهم ايجابيات مباراه الانتاج، 90 دقيقه لعبنا 90 دقيقه على بعض، مش مصدق نفسي الم. الاسماعيلي من بدايه المباراه لنهايتها وهو بيلعب بنفس المستوى، بنفس عدد الاخطاء، بنفس عدد الفرص اللي بيصنعها، ودي ايجابيه كبيره على فكره في حد ذاتها. دي ايجابيه لو مش عارف قيمتها افتح اي ماتش من ماتشات الاسماعيلي الموسم اللي فات وشوف الشيزوفرينيا اللي كانت بتركب اللعيبه ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. كان اللي بيلعب في الشوط الاول غير اللي بيلعب في الشوط الثاني، والاثنين بيلعبوا في مركزنا في الجدول. دي كانت اهم ايجابيات ماتش الانتاج الحربي. نخش بقى على السلبيات. السلبيه الاولى خط الدفاع. بعد غياب شوقي السعيد اضطرينا نشد محمود متولي ونرجعه لخط الدفاع، اللاعب اللي خط وسط مدافع، ومع نزول محمد زيدان ومحمود عبد الحكيم لا وقبلهم كمان كان كل مره بنضغط فيها في دفاعنا بيتكشف. عرفت بقى محمد عواد كان من ايجابيات المباراه دي ليه؟ بدايه فوق المتوسطه لدراويش ميدو، اتعامل معاها بشكل كويس جدا وبسرعه اول لما لقى الاستحواذ بتاعنا بدا يروح والسيطره بتاعتنا بدات تروح، وبدا يعمل تغييرات فعلا تناسب الحاجه الموجوده في الملعب، وده نضج منه احترموا عليه. وثلاث نقط بهدفين نتعلم منهم حاجات كتيره جدا، سواء على سبيل الايجابيات او على سبيل السلبيات، تساعدنا جدا 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 في بدايه مشوارنا للدوري. وتقسيمه المباراه دي كانت 65 دقيقه صفراء و25 اللون اللي بيلبسه الانتاج الحربي ايا كان. اما عن رجل المباراه فهو بكل جداره في راينا مروان محسن، اللاعب الفعال، اللاعب اللي ما اكتفاش بمكانه واتحرك عشان يصنع نفسه الفرص، وكان مؤثر جدا في فوزنا في المباراه دي. وسؤالنا المره دي، مين في اللعيبه اللي استخدمها ميدو وشفتها في الملعب قدامك دي كلها هيكون الاكثر تاثيرا في الفريق على مدار الموسم ده؟ الاسبوع الجاي نشوفكم باذن الله بعد ما نلاعب المقاولين في الجبل الاخضر. يا رب يا رب يا رب يا رب. احنا جمهور الاسماعيلي علي انت حارق منجاوي ساحلي. الاسماعيلي